يعني انا واحد بستنى ماتشات الاهلي، بتبسط لما اتفرج على ماتشات الاهلي. ليه تفرجونا على ماتش زي ده؟ والله الحمد لله الماتش خلص. احلى حاجه في الماتش ده ان هو خلص، والله تاني احلى حاجه ان هو خلص كلين شيت. بس ليه ماتش زي ده؟ انا والله بجد كنت قاعد الشوط التاني جالي نوم واتقلت، واللي هو يعني اللي هو اخلص بقى، اخلص. الواحد بيستنى ماتشات الاهلي يتفرج عليها عشان يبقى مبسوط. الماتش الممل ده، الماتش يعني اول يوم رمضان كسبنا الجونه 1-0، قلنا بقى اللعيبه لسه واكله بط ومش عارف ايه ومحشي وحمام وملوخيه والحاجات اللي، فمش قادرين يجروا. طب بالنسبه ايه؟ هو انتوا مقضيين رمضان كله اكل؟ يعني ليه مش قادرين تجروا؟ ليه مش قادرين تلعبوا؟ ماتش سموحه 1-0، سموحه اقوى شويه بس برضه ماتش ممل قوي. ماتش ممل جدا. الواحد بتفرج الشوط التاني كله مفيهوش حاجه. الشوط التاني كله عدى. انا قاعد زهقان قوي، مفيش هجمه، مفيش حاجه، مفيش اجوان، مفيش كره هنا، مفيش فار، مفيش اي حاجه خالص. مفيش اي حاجه في، بس اللي هو ايه، في ملل في الماتش. انا كنت قاعد زهقان قوي وانا بتفرج على الماتش، والله كنت قاعد زهقان جدا. اللي هو مستني الماتش يا عم يخلص بقى، والله بجد مستني الماتش يخلص بس. المهم ان احنا كسبنا، اهم حاجه الثلاث نقط، اهم حاجه. انت مش مهم 1-0 نص صفر ربع صفر، المهم ان احنا كسبنا. ماتشات بكره بقى، ماتشات بكره علشان ايه، نخش على طول في المهم. مين اللي هقول لك؟ الزمالك هيلعب مع زد، ماتش حلو. هو الثلاث ماتشات بتاعت سيراميكا وبتاع بيراميدز وبتاع الزمالك الثلاثه سهلين، واسهل ماتش، اسهل ماتش في سيراميكا كليوباترا. الزمالك هيلعب مع زد، ماتش سهل مش صعب يعني. بس انا هقول لك على حاجه، البيراميدز هيلعب مع غزل المحله، وسيراميكا كليوباترا اسهل ماتش فيهم هما الثلاثه هيلعب مع الاسماعيلي. اه يعني انا عارف الاسماعيلي اسم كبير ومش عارف، بس دلوقتي هو بجد ضايع. يعني بجد يعني اي حد هيلاعب الاسماعيلي ده بالنسبه له يعمل فرح، ده اسهل حد في الدنيا خلاص يلعبوا الاسماعيلي. فثلاث ماتشات سهله، بس برضو ما تخافش غير من الماتشات السهله دي. يعني ممكن زد يعملها ويعمل اي حاجه مع الزمالك، يضيع تعادل، يكسبهم، مش عارف، صعبه شويه والله، بس ممكن. غزل المحله مش عارف ممكن يوقع نقط من بيراميدز ولا لا. سيراميكا كليوباترا هينزل يدشمل الاسماعيلي بجد والله. الاسماعيلي سيراميكا هينزل يدغدغه، هيكسر الملعب على دماغه. ف يعني اللي حصل دلوقتي ان الاهلي كسب 3 نقط. احنا مستنيين بقى اي حاجه تحصل بكره، الزمالك يقع، بيراميدز يقع، سيراميكا كليوباترا يقع، اي حد يقع بقى، علشان ايه يعني ما يبقاش ماتش رخم وتنح واحنا عمالين نتفرج، اللي هو تكفير ذنوب. والله ده تكفير سيئات. الماتش اللي احنا بنتفرج ماتش سيء جدا، مش ماتش وحش بس ماتش ممل. الاهلي كان يعني عمل الصح، يعني كان بيلعب صح، كان بيلعب تمام، ما عملش غلطات. الاهلي ما كانش وحش بس ماتش ممل قوي. نتكلم على الايجابيات والحاجات الكويسه اللي كانت في الماتش. هم كام لاعب لازم نتكلم عليهم. اول حاجه، انت اكتشفت ان انت عندك مهاجم خلاص، ده اللي هيلعب اساسي عندك. بران اوتاك هيجي منه مهاجم كويس جدا، تقيل، مش تقيل تقيل اللي يقف على كورته، مهاجم كويس، مهاجم بيتحرك، لمسات، تحركات، باصات. الواد كويس يجي منه خلاص، ده ينفع يكون مهاجم الاهلي الاساسي. انا بالنسبه لي اعتمده الفتره الجايه، اعتمد مروان اوتاكا، مش عشان الجون، عشان كل حاجه. ده غير طبعا ان هو بيسجل وبيجيب اجوال والواد فورمه وكويس، خلاص اعتمده. تاني حاجه، انت اطمنت على ناحيه الباك الشمال ان الماتش اللي فات بتاع بالعمري ما كانش ماتش وخلاص، لا ده النهارده برضو بيقدم ماتش عظمه هجوميا ودفاعيا وكل حاجه. نتكلم براحتنا في كرسي الاعتراف التقييمات. بس انت اتاكدت ان انت عندك الناحيه الشمال خلاص، اطمنت عليها الحمد لله. بقى عندنا باك شمال. بعد الاصابه في الدفاع عندنا لما نزل هادي رياض، الواد كويس، هادي رياض كويس جدا بجد، اللي هو هنتكلم عليه براحتنا. واخر حاجه والحاجه مهمه جدا، ان شوبير النهارده واقف اساسي. عادي ماتش في الدوري موقف شوبير اساسي، ودي حاجه كويسه جدا. يعني بقى بلاش بقى شغل ده هنا دوري وهنا افريقيا ومش عارف ايه، وهنوقف شوبير هنا والشناوي هنا، لا خلاص. شوبير واقف، يا رب بقى يثبت خلاص. يبقى شوبير يقف دوري ويقف في افريقيا ويقف كاس ويقف كل حاجه. اي ماتش مهم للاهلي خلاص شوبير بقى، نعتمد شوبير، نعتمد شوبير. فالنهارده انت بتتكلم ان انت ما شفتش اي حاجه وحشه الاهلي، انت اطمنت على كل لعيبتك. هو 1-0 وماتش ممل، ماتش كل حاجه، بس طلعت باللي انت عايزه. اللي هو خلاص، اطمنت على الشمال، اطمنت على المهاجم، اطمنت. الصفقه الجديده بتاعت هادي رياض، شوبير واقف في الجول، كل حاجه تمام. انا بقى في انتظار اللي هيحصل بكره بقى. الزمالك يقع، بيراميدز يقع، سيراميكا كليوباترا يقع، يعني احنا مستنيين بقى ايه المعجزات والمفاجآت بتاعت بكره.